غادي يعرف كيفاش غادي يجاوب. ثم ايضا خصو ينتبه لواحد المجموعه ديال الامور، هو انه خصو يدير الثقه في نفسه، يوضع الثقه في نفسه، ويعرف بان الله سبحانه وتعالى غادي يوفقه باش غادي ينجح في الامتحان ديالو. ثم خصو يعرف بانه جاي يدوز الامتحان والهدف ديالو هو ينجح. ثم خصو يعرف انه قادر على ان يجيب لانه استعد لاجتياز هذا الامتحان. ثم خصو يعرف بان الاشواك تلد الورود، لان هذا الامتحان بطبيعه الحال راه هو مشكله كبيره بالنسبه لواحد الانسان اللي ما مستعدش، اما بالنسبه للانسان اللي هو مستعد راه الله سبحانه وتعالى غادي يساعده. والانسان يكون متفائل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا بالخير تجدوه، فالانسان خصو يتفائل بالخير على انه غادي ينجح، وانه بذل واحد المجهود، وان الكمال على الله سبحانه وتعالى. والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. خص الانسان دائما يكثر من الذكر ديال الله سبحانه وتعالى، ويطلب الله سبحانه وتعالى، ولا شك ان الله سبحانه وتعالى راه غادي يساعده باش غادي يوفقه في الامتحان ديالو. وعليه فان مقياس النجاح مرتبط بمدى استثمار الفرد لمؤهلاته وقدراته ومواهبه مع اغتنام الفرص المتاحه. فاذا الانسان خصو يقض هذاك الفرصه اللي عنده الداخل، لان الا ما بذلتيش شي مجهود راه غادي الانسان غادي يختنق وغادي يموت. ثم ان الجزاء من جنس العمل كما يقال، ويقال ايضا من جد وجد ومن زرع حصد، وكل ذلك يقصد به حفز المجد ليزيد اجتهادا، وتشجيع التلميذ ليزيد تحصيلا وتحصينا، وتدريبه لتحقيق التفوق العقلي والنفسي والعملي. والله ولي التوفيق والقادر عليه، والحمد لله.